السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بانت لي ندير هاد الفيديو اون ديريكت حول العلاقات المغربية الجزائرية، وعلى ضوء ما راه يحصل الآن في المطار تاع هواري بومدين فيما يخص البعثة تاع نهضة بركان، اللي من عليهم أنهم ما يدخلوش حتى يحيدوا ديك الخريطة ديال المغرب اللي كتضم الصحراء المغربية. بالنسبة للجزائر اللي كتقول أنها هي ماشي طرف في هذا النزاع، اش دخلها في هذه الخريطة؟ إذا كانت فعلا ماشي طرف في هذا النزاع، اش دخلها في هذه الخريطة هذه؟ ألور هنا هذا دليل على أن قضية تاع مشكلة الصحراء المغربية ماشي بوليزاريو هي الجزائر. ألور لهذا خصنا نحيدو هذا المصطلح تاع البوليزاريو من المعجم اللغوي ديالنا حنا كمغاربة، منمشوش حنا للزنطيط، نمشيو للراس مباشرة. الجزائر هي السبب ديال هاد المشاكل كلها. من 75 لهنايا، من 75 لهنايا بدات الشرارة، واللي بداها هو ريبو مدين، لأن يعرف الجميع من بعد المسيرة الخضراء واللي استرجع المغرب وحدته الترابية بدون إراقة الدماء، بدون إطلاق حتى شي رصاصة. هادشي هو اللي معسل هو ريبو مدين، وداك الخبيث ديال بوتفليقة، ودوك الأطماع والأحلام ديالهم ضربها لهم الحسن الثاني في زيرو. من تما بدات الشرارة وانطلاقا من القضية ديال المغاربة المطرودين من 75. وزيادة أنا كنشوف دائما لأن هذه القضية تاع المغاربة المطرودين من الجزائر كتبقى غير ورقة من الجرائم اللي ارتكبها هذاك النظام في حق المغرب مع عهد محمد الخامس وعهد الحسن الثاني. لأن حنا وكنقول لك، لأن بزاف اللي راه كيقول لك حرب الرمال أو حرب الرمال ما كانش عندها تداعيات وما كانش عندها تأثير، وهذه قلناها شحال من مرة. ما كانش عندها تداعيات وما كانش عندها تأثير على البلدان البعيدة في وهران ولا في ألجي ولا في تموشن. شكون كان يسمع بالصحراء بالحرب الرمال؟ ما كان لا راديو لا تلفازة، وكانت محدودة غير في المكان والزمان، واقيلا 6 أشهر وانطفات. 75 بومدين هو اللي بدا يجبد لو باسي وبدا يجبد، هو بقى راه الحسن الثاني في 63 راه هجم علينا وحنا يلا خرجنا من الاستقلال. راه الحسن الثاني ضرب صحراوة بالنابال وهجم على صحراوة وراه مهربوا عندنا وراه احتل الصحراء. راه الحسن الثاني امبريالي. راه الحسن الثاني هو اللي اختطف ديك الطائرة ديال الثوار ديالنا، وهو اللي بدا بكل شيء، هو بدا كل شيء. والشعب الجزائري كان على سبة، لأن هذاك الحقد اللي كيكنوه المغرب كان مركون، كان في الراس ولكن مركون. جات المسيرة هي اللي فجرته وطردقوها في المغاربة المطرودين سنة 75. لأن هذيك القضية تاع المغاربة المطرودين 75 هذيك لو كان طرحوا السؤال علاش طردوهم، راه على القضية ديال أن المغرب استرجع وحدته الترابية، ومن خلالنا حنايا بغاو يديروا أزمة الحسن الثاني من الشرق، بغاو يزعزعوه ما يكملش المشروع ديال الصحراء. لأن باش ترد أكثر ب45 ألف عائلة راك طرد دولة قطر في مدة ما كملاش تاع شهر. كان زلزال من نوع آخر، ولكن المغرب عارف كيفاش يعالج هاد لو بروبلام. الور انايا باش ما نمشيش بعيد في التحاليل الأكاديمية ونبقى نهضر بأن المغرب كان والمغرب كان والمغرب كان، هادشي كله معروف، ولا الوثائق اللي كتثبت بأن الصحراء الشرقية مغربية. هادشي كله معروف بأن الصحراء الشرقية المغربية انتزعتها فرنسا وضمتها الجزائر معتقدة أنها غادي تبقى في المحافظة ديالها. هادشي اللي كنعرف. الور انايا السؤال اللي كنطرحو الآن، واش تيكروا ان الجزائر غادي تردخل لهادوك القوانين الدوليه اللي غادي تجبرها على انها ترجع الصحراء الشرقيه للمغرب؟ واش غادي تردخل ديك القوانين حتى ولو حنا تحكم عليها حتى محكمه لاهاي؟ والجزائر غادي تطيع الجزائر باش ترجع الصحراء الشرقيه المغربيه راها جامي فيهم واحد العناد بوحدو. انا كنشوف باش ترجع الصحراء الشرقيه المغربيه مع هاد القوم لان القوانين الدوليه ما غاديش يطيعوا ليها هما ابدا ابدا.
تبارك الله على خويا مصطفى، مرحبا. غير فيما يخص النظرة ديالي خويا مصطفى، انايا هذا التصريح ديالي ديما كنقولو قبل هاد التواصل كاع، راه هاد القوم هادو باش يسلكنا معاهم هي واخا واحد الكلمة خطيرة غادي نقولها، هي قضية ديال حرب. راه كيقولك الحرب راها قطعة من جهنم، ما تبغيهاش حتى لعدوك، فيها دمار وفيها خسارة وغادي تطفر غير في الشعوب. ولكن ما كاينش شي سوليسيون اخرى، ما كاينش شي سوليسيون اخرى مع هاد القوم، ما كاينش شي سوليسيون، ما كاينش شي حل اخر. انا نظن الصحراء الشرقيه المغربيه ما غاديش نسجوها بالوثائق، الوثائق راها باينه، ولكن السؤال واش الجزائر غيتردق لهذيك المسائل؟ نص قرن هما دايرين المشاكل من 1775 وباقي المشكل قائم. ولو رحنا في الصحراء، والصحراء راها في بلادنا، ورحنا في التنميه لاباس، ورحنا المسائل، وهذا الشيء هو اللي زايد معقدهم ومعصهم، لان فين ما يديروا لنا شي حفره الا وحنا نزيدوا تماسكا وصمودا وهذا الشيء اللي كاين معصهم. هما فيهم واحد المساله، فيهم واحد الحقد يجي لهم في الدم، يجيهم في الدم لكل ما هو مروكي، ما يقولكش حتى هو لكل ما هو مغربي. وهذه كلمة مروكي راه كلمة وكنوقف عندها راه فيها شي بالولدان، كيسترخصك طيح من الكلمة من القيمة ديالك لفتقي تحيا ديك المروكي. كيقول الجزائري مروكي بحال راه يسبك، بحال يقولك المر العرق، العرق المر. مروكي هي العرق المر، يعني ما يبغيش فيك الشعرة، ولو تشوي له القلب ديالك ديرها له في طبق. والله هذا أنا بيننا وبينهم أنا كنشوف مسألة ما مرتبطاش بالسياسة، وهذا الشيء دايما كنقولو، وإنما مرتبطة مسائل نفسية، مسائل تاع في النفس، في علم النفس، علم النفس مشكلة. وأنا باش غادي نقول لك واحد القضية، أنا إلا قلت الحرب، الحرب هي الحل ممكن. ما كاين لا قوانين دولية ولا كذا، هادو فيهم العينات وفيهم الغنانة. وباش تصحى الصحراء الشرقية المغربية تصحى بالبارود، وأنا عندي ثقة في المؤسسة العسكرية المغربية، ومن خلال الموقع ديالي هنايا في شبكة التواصل أنا نعرف جنود مغاربة من جميع الرتب راهم متقاعدين هنا معنا، وكيقول لك حنا باغيين اسيدي هاد المشكل هذا نصفيوه، وكبر هاد صغار واللي مو هنا جاي ياكل هادي بما يدخلوا لنا العيون ولا نمشيو لهم حنايا لتيندوف، وحده من زوج 50 سنة. لأن حنا اللي كنفقو حنا بالدبلوماسية، وربما لو كان درناه في الحرب، لو كان رحنا قلاه برا وكان رحنا هادي شحال كانت لنا المصيبة. هادو فيهم العنانة، لأن خص المغاربة يعرفوا العقلية تاع الجزائريين راه باش يلاشي المغرب راه جامي باش يلاشي المغرب. واخا كاع ما كاينش المشكل تاع الصحراء المغربية، يقدروا يخلقوا لك مشكل آخر. هما الهوس ديالهم المغرب، ما زيادة عن ذلك هما عندهم ديك العقدة ديال أنهم ما عندهمش هوية، ما عندهمش واحد ليدونتيتي. هما جاو مورانا وبغاو يعرفوا مولانا، ما راضيش أنهم تأسسوا في 1962. لهذا كتشوفهم أنهم كيسترقوا هاد الجلابة المغربية وهاد التراث المغربي، وراه كيقولك تراث لا مادي مشترك، وبغاو يعطيو راسهم مصداقية بأنهم كانوا أمة. والتاريخ يشهد بأنهم تأسسوا غير في 1962، وهذا الشيء هو اللي معقدهم. وأنا بالنسبة لي حتى إلا لبست الجلابة ويقول لك هذا تاريخ تراث من لا مادي مشترك، هو في العمق ديالو يعرفها باللي مغربية، يعرفها باللي راه غير سرقها، والمكسب رزق الناس عريان. هو بغاو يتقادوا معانا. أنا نظن كون ما كانش كاع المشكل تاع الصحراء المغربية يخلقوا لنا مشكل. وهذا العداء هذا راه ماشي راه من 1975 هو فاش تفجر، والمغاربة المطرودين سنة 1975 كان عنوان صريح وعنوان بارز لذاك العداء. إلا أن هذا العنوان تاع المغاربة المطرودين ربما المغرب ما كانش كيظن يجبد هذه المشكلة باش ما يأججش العلاقات، ربما كان كيظن بأن ربما الجزائر غادي ترفع يدها في القضية تاع الصحراء المغربية. إلا أن هذه القضية راه باقيين هما زايدين في التصعيد. وأنا لا أستغرب في قطع العلاقات والأنبوب والأجواء. أنا كنقول دائما لو كان هما لقاو حتى هاد الشمس اللي راها تجي بجهتهم لعندنا، لو كان لقاو يقطعوها علينا ونعيشوا في الظلام، لو كان يقطعوها علينا راهم يحاربونا بجميع الوسائل الممكنة. قالوا لهذا أنا ينطلب من المغاربة أنهم عندهم أوراق تاع الضغط على هاد القوم هادو. عندنا أوراق تاع الضغط، ما نبقاوش حنا نديرو الدفاع النفس، نديرو أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. عندنا أوراق، عندنا أوراق.
وزيادة عن ذلك أنا إنسان متشائم فيما يخص العلاقات المغربية الجزائرية، ماشي ما بين النظامين، ما بين نظامين باينة، ما بين الشعبين المغربي والجزائري ما عمرها غادي تصفى. أنا واخا كاع يزول هذا النظام العسكري، وهادو التصريحات ديالي كنقولها دائما قبال هاد شبكة التواصل، واخا يزول هذا النظام العسكري ويجي نظام مدني جديد، المشكل ما غاديش يوقع انفراج ولا غادي تلمس واحد الدفاع، جامي. ولو يجي النظام مدني جديد، مسألة حقد. أنا بالنسبة لي ولاد عبد الواحد واحد، بالنسبة لي ولاد عبد الواحد واحد. وهذا النظام الطبوني هذا راه تستغربوا أنا في هذا النظام هذا عادة تاع طبون هذا، لأن هذا النظام الطبوني هو امتداد النظام البومديني، لأن كان بقى بومدين وراه كان حنا واصلين معاه معطفين، هذا غير امتداد. والجزائريين كاملين بما في ذلك تطبون ولا كلهم حتى المواطن العادي، اي واحد تفتح له المخ دياله تلقى فيه بومدين صغير، كاع يكنون الحقد والحسد للمغرب، فيهم عقده ما راضيينش بين المغرب، وهم عارفين بلي المغرب راه ضارب في جذور التاريخ وامبراطوريه وراه المسائل، وبغاو يعطيو راسهم المسائل، وراهم دايرين هذا المشكل ديال الصحراء المغربيه حنا، ولو ان مثلا راه عندنا الصحراء هنا وان الامور راه ماشيه مسائل، ولكن باقي مشكل قائم كما كان الحال. حنا كان خصك تعرفوا بلي هذه القضيه تاع الصحراء المغربيه راه في الامم المتحده كتبقى منطقه متنازع عنها، ولو انها راه عندنا هنا في البلاد وراه حنا ما غاديش يديوها، واخا كاع يحكموا علينا باش ما غادي يحكموا كاع، لأن قضية تاع الصحراء المغربية قضية تاع الشعب ماشي تاع الملك ولا تاع بوريطة، هادي خصهم يعرفوها الجزائريين، راه باش تمشي للصحراء المغربية راه جامي. وحنا الصحراء المغربية راه الغربية راه انتهينا، حنا دابا نهضروا على الصحراء الشرقية المغربية كيفاش غادي نسترجعوها، ما غادي نسترجعوها غير بالبارود. هاد القضية ديال اللي جبتها ديال الأستاذ باهي جاسم والوثائق والدلائل، هادشي راه معروف، هادشي هما يعرفوه، وتعرفه حتى الإليزي كاع يعرفوه، ولكن السؤال كيفاش غادي تسترجع الصحراء الشرقية المغربية. هي البارود يا عبد القادر، أنا نقول لك وراه عندنا حنايا ثقة، واللي عنده الحق هو اللي غادي يكون منتصر. وانا لحد الان انايا وكنقول لك راني انسان متشائم اخوتي، واخا روح يمكن واحد زوج ديال الاجيال عاد غادي يكون واحد الدفء ما بين العلاقات يمكن البشريه، وما اليوم لا مستقبلا جامي. انا انسان متشائم ولا ادعو للفتنه، ولكن انا بالنسبه لي هذا التحليل ديالي، راني كنتبع انا اساتذه اكاديميين يحلوا، ولكن التحاليل ديالهم سير بابي تبان معقوله، ولكن في الحقيقة والله لا بعيد عن البعد. أنا نقول لك والله سيدي نشوفهم أنا بعد مرات راهم غير يزمروا، لأن علاش خصك تعرف العقلية الجزائرية، عاد هضر لي على العلاقات، هما كاع ما غاديش يعترفوا بديك المغرب أنه كان ولا مسائل ولا المرابطين ولا كنا في نهر السنغال ولا، هما كيشوفوها غير شعر، واخا يعرفوها حقيقة ويعرفوها، ويقول لك راك غير تزمر. الحقيقة هي الآن كما كان الحرم لنا مشكلة، ورم الحفرة اللي راهم يحفروها لنا راهم يطيحوا غير فيها هما بعدا، وهذه عقدة فيهم. أرولي هذا أنا بالنسبة لي أنا الأمور ديال التحاليل ما بين العلاقات المغربية الجزائرية، أنا ما غاديش ندير كما قالوا الشحافر راه ودنك ها هي وهي غير قدامه، ان بليس ان تيغال دو، وهو كما قال هذاك بوطهر أحرضان ذاك القنصل المغربي، الجزائر بلاد عدوة شعبا ونظاما، هذه راها باينة، راهم يحاربونا بجميع الوسائل. الور لهذا حنا خصنا نديرو احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، عندنا اوراق حنا باش نضغطوا عليهم ونكثفوا تم الاعلام خصو يلعب واحد الدور في هذه المسائل هذه، ولا كتب السيناريو راه عندنا ذاكره خصهم يخلقوها وحتى القضيه تاع المغاربه المطرودين هذه ورقه تاع ضغط، لان هذه راه ورقه جنائيه قبل ما تكون سياسيه، راه نعرف بلي هذه الورقه راه كتزعجهم وديرونجيهم اخلاقيا، لا يجوز كمسلمين على الاقل،
خاصة وأنهم كيتبشحوا يشركوا الفم ديالهم بأنهم كيدافعوا على حقوق الإنسان وهم طفروها في العباد. هذه ورقة راها ورقة تاع ضغط راه تزعجهم، يستنكرها حتى القانون الوضعي ولا القانون الرباني. وزيد راه كان زيد نهضر على المريج تا الغدا تاع الصباح كاع. ولكن كيما كان الحال انا اثمن النضج ديال المغاربه، يبان لي من القرقارات لهنا يبان لي شويه كاين تاع النضج، ولا واحد بنادم بعيد بعاق باللي عارف باللي حتى الشعب قطران وحتى الشعب الجزائري مشرار. وندي انايا الاكزومبل غير من القضيه تاع كره القدم. غير نهار الجزائر دات لا كوب دافريك شحال مغاربه فرحوا راه دير لي درابو 1 2 3 فيفا لاجيري وكذا. اليوم لا، يبان لي الجزائر فين ما تخسر المغاربه يربحوا. لان علاش الجزائريين ما خلاوش المغاربه يقدروهم وما خلاوش المغاربه يحبوهم. المغاربه عرفوا باللي ديك المحبه ديالهم تجاه الجزائريين كانت غير خساره وكانت غير باطل. وملي بتيت شوز تاخذ لي كرون شوز. خويا رشيد تبارك الله عليك، الله يسلمك خويا رشيد. انا غير من بعد مرات كنتبع هاد الاساتذه الاكاديميين يبقى يهضر لي على المغرب معهد قردة والمغرب كان والمغرب راه باين المغرب كان والمغرب كان وهما يعرفوا الشاذة والفاذة علينا. اهضر لي اليوم، اهضر لي الحقيقة هي الان. وشنو هو الحل مع هاد القوم هادو؟ يبان لي يهضروا على الوثائق ديال الصحراء الشرقية المغربية، هادشي راه معروف وحتى هما يعرفوه. كيفاش غادي تسجل الصحراء الشرقية المغربية؟ ياك ما تحسب لك الجزائر غادي تردق انت القوانين تاع محكمة لاهاي ولا والله ما يرجعها البارود ما تسجلش الصحراء الشرقية. انا نقول لك ايه المغاربة راهم يلتقوا مساكين هكا ولقاوها خالية وفي تيك توك يبان لي ان بليس ان تيكال دو. هادشي اللي كاين. تبقى تدخل لي نتايا في راني درت واحد الفيديو هشام ديال كيفاش الملاسنات ومشادات ديال البوليس مع البعثة ديال نهضة بركان. قالوا لهم نتوما غير مرحب بكم هنايا. راهم قايلينها، راه داير واحد الفيديو تما فيه واحد ان مينيت تما. هادي غير يحبها مكركار. غادي راه ديجا داروا لنا بعدا على دوك الصحفيين اللي مشاو تما عاوتاني. راه كل مره يديروا لنا مصايب. غير حنا المغاربه في ساعه كنساو في ساعه نساو. راه حبها وتفوت. وربما مازال بعثة تعبير كان غادي تردخل داك القرار تاع الجزائر وغادي دير لك ديك الخريطه وغادي كي غادي دير ما مشكله. غادي تشوف الايام القادمه شنو غادي دير. فهم الانتيت فهم تعنتيت. راه باين هذاك راه عداء، هذاك راه ماشي قضية خريطة، قضية عداء. راه هذاك راه باين. غير المغاربة ما يعرفوش يجونغليو مع الجزائريين. انا عاد في تيك توك نشوف شي مغاربة يطلعوا جزائريين ويتحاوروا معاهم. والجزائري ما يعرفش التاريخ ديال باباه وانت تطلع له انت تهضر معاه تما وتقول له كذا منا ملهيه. هو يعرف الحقيقة ولكن بآياتنا يجحدون ظلما وعلوا. راه عندنا عبار يا ودي اخويا هشام. واش غير قضيه ديال بركان؟ غير ديال الدراري ديال 17 سنه اللي لعبوا تما في المسائل شنو داروا لهم؟ هو نهار اللي لعبت تما الوداد ولا ما نعرف بقى الجمهور يا المغاربه العطايين يبوسوا اليدين. راه فيها بزاف ديال العبار. واحد العام عاوتاني داروا لصاحب الجلاله داروه دميه وداروه مع داروا له حتى هما في المسائل وكذا. مشكلة. المغاربة يشوفوا الربيع ما يشوفوا الحافة.